السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. هنا جبت لكم وصفه السنيكرز، لكن بالكيك تاع البراونيز. هنا شعلنا في المقادير. انا عندي 360 تاع شوكولا سوداء، 200 غرام تاع دهان ندوبهم هنايا على حمام مائي. ومن بعد كي هنا نروحوا للمقادير تاعنا. انا هنا عندي كاس وربع تاع سكر، وراح نضيف معاهم 6 حبات بيض. البيض راح ندير انايا هنايا مع السكر غير 3 حبات. بعد ما نخلط مليح بالباتر نعاود نكمل هذوك 3 حبات اللي كانوا باقيين لي. انا راح ندير حجم عائلي. هنا راح نكمل هذاك البيض اللي قلت لكم راح نكمله، بس كل البيض ديروه بالتدريج، ما نديروش كاع البيض مع السكر باش يذوب معنا هذاك السكر. نخلطه مليح حتى يتضاعف الحجم تاعه كيما هكا. هنايا راح نجيب هذاك الخليط تاعي اللي كنت درته تاع الشوكولا مع الزبده، نديره هنايا مع البيض والسكر ونخلطه مليح، يعني ندخلوه مليح هكا حتى يتجانس معانا. وهنايا نروح بالنسبه للنواشف. انا هنايا بعد ما دخلت هذاك الشوكولا راح ندير هنايا مغرف تاع لافاني. راح نزيد هنايا زوج مغارف تاع كاكاو. الكاكاو تاعك ماذا بيك تغرب ليه، وماذا بيك يكون يعني نوعيه جيده باش البراونيز تاعك يجي شباب. هذا الكاطو تاع سنيكرز يجيك ما شاء الله. هذا الكاطو انا درته يعني كوموند وشاركته معاكم، يعني يجي خفه ما شاء الله. هنا بعد ما دخلنا مليح هذاك الكاكاو، هنا راح نبدا نضيف في الفرينه. انا هنايا عندي كاس تاع فرينه راح نضيفه بالتدريج. هذا الكاس تاع الفرينه راح نضيف معاه مغرفه صغيره تاع خميره الكاطو وقرصه الملح. لازمنا قرصه الملح ما ننسوهاش. خلطوا مليح حتى يدخل معنا هذيك الفرينه، ونزيدوا هذاك النص اللي خليته، يعني الفرينه بالتدريج كما قلت لكم باش هذا الخليط تاعنا يجينا يعني متجانس ويجينا شباب ثاني كي يجينا رطب. بالنسبه اللي بغات ديره غير براونيز تقدر دير مكسرات، يعني هذه الوصفه ناجحه، دير غير المكسرات معاه. واللي بغات ديره كاطو كيما انا اللي راح نديره دروك ما ديرش معاه مكسرات من الداخل. هنايا بعد ما خلط راح نجيب هنايا البلاط تاعي اللي راح ندخله الكوشه، فرغ فيه هذا الخليط تاعي، والكوشه تاعي ديجا راهي تحمى. خلطو كيما هكا، وماذا بيكم تاني الشوكولا تكون نوعيه جيده. نخطها هكا مليح وندخله في الكوشه. هنايا بعد ما خرجته ها ولا طاب معايا، هنا راح نخليه شويه يبرد ومن بعد كده نبدا نقسم فيه. هنا بعد ما برد معايا راح نقسم، يعني نقلع كاع هذوك الاطراف باش كي نقطع بالمول يجيني نيشان. شوفوا هنا قربت معكم تشوفوا يعني جا ما شاء الله. ناكله هكا بلا ما نزوقه، يعني جا ما شاء الله. حاول المول تاعي اللي راح نطبع به، وانتي اي مول تكوني باغيه ديري به. انا راح ندير هذا الشكل، نطبع مليح، نطبع كاع الحبات تاوعي ونخليهم بجيه. هنا بعد ما برد ماشي هكا حامي ونقسموه هنايا بعد ما برد معانا. شوفوا هنا بعد ما قربت لكم الحبات والله غير جا يعني ما شاء الله. هذه الوصفه ناجحه 100%. وانا هنايا راح نجيب الكراميل نديرها هكا على الوجه تاع الحبه تاعي كيما هكا. درت الكراميل في لابوش وراح نزينه من الفوق بالقرقاع. تي لكن ما عندكش قرقاع وعندك كاوكاو تقدري ديريه، يعني الحاجه اللي تكون عندك ديريها. انا الزبونه تاعي يعني طلبت باش ندير لها القرقاع ودرته لها، كل واحده على حسب الذوق تاعها وعلى حسب ما يكون متوفر عندك في البيت. هكا نمشيه مليح وما دابيك، لكن الكراميل تاعك يكون نوعيه جيده. هكا هنا راح ندخله في المجمد ونخليه يتماسك مليح معايا. هنا بعد ما تمسك معايا خرجت، يعني كنت نخرج غير بشويه، ما كنتش خرج بالكونتيتي كبيره بالحبات، ونخرج ونبدا نزين فيهم هنا بالشوكولا. هنا ذوبت الشوكولا على حسب المقادير اللي كانوا عندي، يعني الكميه تاع الكاطو. ضفت معاها هنايا غير مغرف تاع زيت، غير باش شويه يعني تتمشى معايا هذيك الشوكولا. ولا كان الشوكولا تاعك يعني شفتيها هكا ما يلقش ديري معاها زيت ما ديريش، بس كون ديجا راه الحمان وما تنشفش بالخف. ديريها يعني عندك كليماتيزير وخليها تنشف. هنايا نمشوا الحبات تاعنا هكا باش ما يلصقوش معنا، ونوريها لكم في الطبق التقديم. هنايا بعد ما كملنا الكاطو تاعنا ها هي النتيجه الاخيره تاعه. شوفوا يعني جا ما شاء الله ويقطع كميه لا باس بها. وبالنسبه اللي راهم يفوتوا يعني في الباك نتمنى لهم النجاح ان شاء الله يا رب العالمين، وان شاء الله ربي يعمر الافراح. وهذا تنجموا ديروها في المناسبات تاع البيام وتاع الباك، يعني جات خفيفه ما شاء الله. نتمنى بركة تكون عجبتكم هذه الوصفه، وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش الجيم والاشتراك في القناه كي يصلكم كل جديد. وانا نقول لكم في الاخير ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر باذن الله. مع الف سلامه.